السلام عليكم حبيباتي. اليوم راني جيتكم فيديو جديد بوصفه جديده. جيتكم بهذا الكاطو الشباب الهايل البنين اللي يذوب في الفم وما فيهش كامل مقادير. راح نستعملوا فيه غير 2 حبات تاع البيض وكاس تاع الزيت. وشوفوا الشكل تاعو النهائي، الله يبارك شحال خرج لنا شباب وما شاء الله، ويخرج طري ويذوب في الفم ويقطع لكم بكميه كبيره ما شاء الله عليه. يوالم غير العيد الاضحى اللي راهو جاي. نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. ناخذ كاسرونه تكون شويه عاليه ولا قدر. انا ديت هذا القدر وناخذ نص كاس تاع الحسيله. انا هذا الحسيله اللي خدمتها معكم المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات تاع البغرير. شوفوا كيفاش خرجت لي عاقده وخاثره وشابه ولونها معسل ومكرمل، الله يبارك. اللي حاب يدير الوصفه يروح يشوف الوصفه تاع الفيديو اللي فات تاع البغرير، يعني تخرج بنينه وشاده روحها ما شاء الله عليها. واللي تحب تستعمل المشريه لها الاختيار. اذا عندنا نص كاس تاع الحسيله. شوفوا كيفاش راهي لاصقه في الكاس، ما حبتش كامل تهبط. الموجه هي ثقيله وشابه وما تخافوش عليه، كامل ما تغسل لكم تقدروا تخبوها عام ما يصرى لها والو. نضيفوا لهم نص كاس تاع السكر مع كاس تاع الزيت، نديروهم كامل كيف كيف ونروحوا للنار. نشعلوا على نار قليله ونديروا الخليط تاعنا فوق النار. نسيو انه نحركو ونذوبو كامل هذاك السكر تاعنا ويولي لنا الخليط تاعنا ليس. انا سرعت لكم الفيديو بصح ما حبيت نحي لكم حتى مرحله من تحضير هذا الوصفه هكذا، وحتى نحسو بالسكر تاعنا خلاص ذاب لنا خلاص تحت يدنا، ما وليناش كامل نحسو به. ما راحش تدخل لكم الزيت في السكر، تبقى دائما منفصله، ما راحش تخلط معاه، ما راحش تولي لكم كريمه واحده، تبقى لكم دائما منفصله. ما تخافوش وتحسوا السكر تاعكم مازالوا حبيبات تحت السباتول تاعكم ولا الملعقه تاعكم. في الوقت اللي تحسوا السكر تاعكم بلي راهو ذاب لكم، في هذيك المرحله راح نزيدوا لها ملعقه صغيره تاع البيكربونات. وهنا لازمنا نزيدوا شويه للنار ونحركوا. شوفوا كيفاش فاضلنا الخليط تاعنا. عليها اللي قلت لكم لازم لكم حاجه عاليه، اما كسرونه ولا قدر. كيف يضلنا هذاك الخليط تاعنا احنا نحوسوه اللون تاعنا تاع الخليط تاعنا لازم يغمق شويه. ومع الاخير راح تشوفوا باللي هذيك الرغوه هذيك شغل طفات ولا كاين السائل تاع الزيت. نديروا الخليط تاعنا يبرد شويه. بعد ما يبرد لنا شويه هذاك الخليط تاعنا نجو نفرغوه في ان ريسيبيون ولا حبسه اللي حين نخدموا فيها. تحسوا هذيك السكر تاعكم مع الحسيله ولا لكم كراميل ولا لكم يابس، ما تخافوش، هذاكم راكم صحاح. اذا وصلتوا لهذيك النتيجه راكم صحاح. وما تخلوش الخليط تاعكم يبرد لكم بزاف لاخاطش راح ييبس لكم. لازم يكون دافي، نستعملوه هو دافي. نحط معهم 2 حبات تاع البيض ونخلطوه بالباتور. قلت لكم بلي السكر تاعكم راح ييبس لكم شويه، لازم نستعملوا الباتور باش نحلوا هذاك السكر اللي تحسوه تكتل لكم. اذا استعملتوا الفوي راح تعييكم وراح تخدموا بزاف، بصح تقدروا تخدموا بالفوي. واذا حبيتوا تخدموا بالاشوار لكم الاختيار. هكا حتى نحسوه بلي كامل خلاص تحللنا هذاك السكر ولات لنا شغل كريمه. في هذا اللحظه نحبسوا الخلط ونبداو نزيدوا في الفرينه ونزيدوا معها ملعقه صغيره تاع الخميره الحلويات. ونبداو نلموا العجين تاعنا حتى يولي لنا عجينه طريه. كما راكم عارفين باللي الكاطو تاع الزيت باش يجيكم طري لازم تخلوا العجينه تاعكم طريه بزاف. تخلوها كتلاصق باش تنجح لكم الوصفه. سينو الكاطو تاعكم راح يبس لكم، احنا اكيد ماناش حابين الكاطو تاعنا يبس لنا. هكذا انا بديت ندخل في الفرينه في العجين تاعي ونجرب بيدي الثانيه. لازم اليد اللي راكم تخدموا بها اكيد العجين راح يكون لاصق فيها، يدكم الثانيه حتكون نظيفه. اذا مسيتوا في العجين تاعكم وبقات يدكم تتلاصق هكا يلصق لكم في العجين في يدكم، اعرفوا باللي مازال مخصوص فرينه، زيدوا له بالعقل. اذا العجين تاعكم كان في يدكم اللي راكم تخدموا بها يتلاصق وبيدكم النظيفه تقدروا تنحوه بكل سهوله، عارفوا بالعجين تاعكم راهو واجد. وخلوه هكاك طري ويتلاصق. دوك تشوفوا، النتيجه اللي راح نلحقوا ليها.
هكذا. زيدوا الفرينه غير بالعقل، ردوا بالكم ديروا الفرينه ضربه واحده. لازم العجين تاعنا ندخلوا له الفرينه غير بالعقل ونتستيو باش ما يخدعناش. في هذه المرحله ما راحش نزيد، رحت غسلت يدي ونشفتها وجيت وريتها لكم. وجدنا ان بلاطو اللي يدخل للكوشه فيه 40 سنتيم على 35، درت له ان بابي كويسون. دوكا درت شويه زيت في يدي باش نعاون روحي باش نقدر نحل العجين. كما قلت لكم العجين تاعنا يلصق بزاف، لازم دير شويه زيت باش تعاوني روحك. وحليه فوق هذاك البلاطو تاعك اللي حديريه في الكوشه. انا في الحقيقه بديت نحل بصح لقيت باللي انغبنت، ما عنديش حلال صغير. اذا عندكم حلال صغير استعملوه، حلوا في العجين تاعكم. كي نغبنت خرجت البابي كويسون هذاك تاعي، حطيته في الطابله وحليت بالحلال تاعي انا كبير. حليت على حساب البابي كويسون هذاك، ومن بعد عاود دخلته للسنيوه وسويت العجينه غير شويه شويه بيدي. هنايا وريت لكم باش ديروا ساشي من الفوق كامل. كي تكملوا تحلوا العجين تاعكم على حسب السنيوه تاعكم، ديروا ساشي من الفوق وعاودوا له غير هكا مسحه خفيفه باش يتليسا لكم، تولي لكم ليس هذيك العجينه تاعكم، يبقاوش هكاك صباحتين من الفوق. وندخلوها للكوشه. ما تخافوش العجينه تاعكم راح تكون بلا رقيقه بزاف، بصح كي ديروها طيب راح تنتفخ لكم وتطلع لكم بيان، تولي لكم مليحه. وما تخلوهاش طيب بزاف، غير شويه. انا دخلتها للكوشه خليتها 4 ساعات برك وخرجتها. نحيت الحواف هذوك، دخلت الموس باش نحيت العجينه من السنيوه كانت لاصقت لي باش نقدر نخرجها. وجبت هذه الشباكيه هذه درتها في الوجه تاع السنيوه تاعي وقلبتها مباشره باش تحلي العجينه فوق هذيك الشباكيه. بعد ناخذ السنيوه تاعي بالمقلوب سوا نحطها فوق العجينه هذيك. دوك تشوفوا كيفاش نحطها هكذاك شغل نعمرها. بعد نقلبها هكا باش تعاوني في الخدمه. نبداو نقسموا العجينه تاعنا على زوج. نجيبوا الموس تاعنا ونقسموا العجينه تاعنا على زوج، خاطر رايحين نحطوا وحده فوق وحده. نحاول كيفاش نحيها من البابي كويسون، راهي شويه لاصقت لي. نديروا وحده فوق وحده ونحيو لهم الحواف هكا باش يجونا الحبات كيف دوكا حنا في لا فينيسيون تاعنا راح نخلوهم هكا العجينه فوق العجينه، حبه فوق حبه، ونديروهم لافاس في الوسط. وهذوك الحواف راح نسحقوهم دوكا ملي نرحيوهم ونديكوريو بيهم. هكذا ندوزو على الحواف كامل نحوهم هكا. بعد نعاودو نحطو العجينه كيما كانت هكذايا. وهنا جبت انا المعجون تاع لي فخاز، كانوا عندي شويه لي فخاز في الدار، خدمتهم معجون. اللي حبت تستعمل المعجون تاع المشماش، اللي حبت تستعمل مش حبت معليش، اي نوع من المعجون تفضليه استعمليه. الاكل اذواق هكا. نطليو السطح تاعنا كامل بالمعجون. وهذا المعجون راح يمد لها طراوه وما راح يمد لها واحد النكهه بزاف بنينه. شوفوا ما استعملنا لا كاكاو لا شوكولا لا والو، جبنا واحد اللون للعجينه تاعنا بزاف شباب. هكذا نعاودو نديرو الحبه فوق اختها كما درنا في المرحله الاولى. هذا والحواف الثاني يكونوا لنا سوا هكا. كي نقسموا الحبات يجونا شابين. احنا هذايا دوكا وريت لكم باش نديه نرحيه ونكمل ندير هذاك الباقي تاع المعجون تاعي في الوجه. نمسحه كامل في الوجه تاعنا كما راكم تلاحظوا. سرعت لكم الفيديو من بصح ما نقصت لكم ولا مرحله، ما خبيت عليكم حتى حاجه. نتمنى ان الوصفه تنجحوا فيها وتعجبكم، واكيد راح تنجحوا فيها لانها وصفه سهله وبسيطه وما فيهاش كامل مقادير بزاف. وبعد ما رحيت الحواف هذوك نزيد نرشهم فوق هذاك المعجون، يعطي لها واحد الشكل بزاف شباب. اللي يشوفها ما يعرفش روحو كامل واش راهو ياكل، ما يعرفش كامل شنو هذا اللي حطوه له هذا من الناس. هذا جربوها ما كنتش رايحين تندموا عليها. تخرج بزاف شابه بزاف بنينه وخفيفه خفيفه 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 هايله بزاف. وكل ما تخبوها كل ما راح تطرى لكم، كل ما تخبوها كل ما تطول كل ما تزيد تولي خير. انا كنت حنقسمها العجينه على 4، ومن بعد قلت معليش خلينا نكبر الحبات ونقسمها على 3 بالطول ونقسمها على 6 بالعرض.
خرجت لي يعني كميه ما شاء الله، وغير بزوج حبات بيض وكاس تاع سكر وكاس تاع الزيت. شوفوا الحبه شحال خرجت لي كبيره ما شاء الله، ياكل حبه يشبع ما يزيدش. والان نتلاقى في صح التقديم. شوفوا الحبه تاعنا خرجت لنا كبيره وتعمر العين، اللي كيسات تاعنا كامله راهي معمره. خرجت لنا بالطبع، جربوها ماكمش رايحين تندموا عليها. شوفوا المعجون كيفاش خرجت لنا في الوسط، شوفوا كيفاش خرجت شابه، شكلها بزاف يشهي، بزاف شباب، بلا كاكاو بلا شوكولا بلا حتى ديكوراسيون. وخرجت لنا الحبه بالطبع ومشبحه وما شاء الله. دوك نقسم قدامكم هذه الحبه وتشوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش جات، بزاف طريه تذوب في اليد قبل الفم. ننصحكم انكم تجربوها، ماكمش رايحين تندموا عليها. موالمه بزاف لعيد الاضحى، جربوها وما تندموش. شوف الحبه كيفاش راهي محشيه طيبه محمره، الله يبارك عليها. شوف كيفاش انقسمت معايا بكل سهوله، اللي ما عندوش سنان ويقدر ياكلها. بزاف شابه وبزاف. ما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاج واشتركوا في القناه اذا ما راكمش مشتركين، ودعموني لاني راني محتاجه بزاف الدعم تاعكم. نتلاقاو في فيديو اخر والى الملتقى ان شاء الله.